نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم عندي في القناه. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم حلوه ديال البهله، كتجي غزاله وكتجي لذيذه وكتجي زوينه بزاف وبمقادير مضبوطين وتصدق معكم ان شاء الله باول مره. واخا تكون شي وحده مبتدئه او ما عمرها صدقات معها، غادي تصدق معي ان شاء الله. ما تخافش، غير تتبع الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير. هنايا خديت كيلو ديال الفورس تكون نوعيه جيده، خديت معاه شويه ديال الملح، معلقه صغيره ديال القرفه، زلافه ديال الزنجلان اللي كيكون محمر، وزلافه ديال اللوز اللي كيكون حتى هو محمر ومهرمش، وزلافه ديال السكر. وكنخلط العناصر كلها مزيان حتى كنحس بهم بحال هكا كلشي تخلط ليا، وكنزيد عليهم زلافه ديال الزبده اللي هي ذوبتها حتى ولات اشكال نوازيط، حتى حيت من هذاك الحليب ديالها. يعني تنخلط كلشي وعاد غادي نزيد واحد زلافه ديال الزيت. هنايا راه فيديو مختصر خفيف ظريف بلا ما نطول عليكم بزاف. انا كي قلت لكم غادي نزيد زلافه ديال الزيت وغادي نجمع العجينه ديالي كامله مزيان حتى نحس بها كلها تجمعات ليا. وهنا غادي نشكلها بين يدي حتى تكور. مني غادي نشكلها بين يدي بهذه الطريقه صافي راه كتكور ليا كيف كتشوفوا معي في الفيديو. هنا صافي كنحس بها راه كتكور. غادي ندوزها كامله في الحكاكه الغليظه، غادي نتبع العجينه كامله ديالي وغادي ندوزها في الحكاكه الغليظه وصافي. غادي نوجد الطاوله اللي غادي ندخلها للفران وغادي نشكل منها كويرات بحال هكا بهذا القياس اللي بغيتو. صافي هنا الفران راه خاصو يكون سخون، غادي تدخلوا الفران يكون سخون مزيان وغادي تشعلوا عليه غير من الفوق حتى تشقق لكم، عاد تشعلوا عليه من التحت وطفوا الفوق وتشعلوا لتحت تكسات صافي وتطيب. وهذا هو الشكل ديالها النهائي. كنتمنى انها تعجبكم وكنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم. وما تنسونيش من لي لايك في الفيديو والتشجيع بطبيعه الحال. واللي ما مشتركش معي في القناه يشترك معي في القناه ويفعل الزر ديال الجرس هكا باش يبقى يوصلكم اي جديد. وواحد الملاحظه انني ما درتش فيها الخمارات وكتجي مشققه، ولا بغيتو تزيدوا فيها الخمارات تقدروا تزيدوا فيها وحده اولا جوج، لكم الاختيار. كنتمنى الفيديو يعجبكم، نخليكم على خير الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.